فقال لي انت عايز تاخد كام في الساعه؟ قلت له مش اقل من مليون جنيه. يعني انا حاليا لغايه دلوقتي اي حد بيسالني باشمهندس انت بتشتغل ايه؟ ما بشتغلش حاجه. انا هحاول في الوقت اللي احنا معانا ده ساعه مثلا او ساعه ونص تقريبا اوفر عليكم ايه؟ اوفر عليكم مجهود ووقت، مش من باب الخبره الايجابيه على عكس ما يظن الناس، من باب الخبره السلبيه. هي قصه شهيره كنا بنعملها في الكليه. انا كنت في البدايه في كليه الهندسه، انا خلصت الثانويه العامه تقريبا سنه 95 96 ودخلت اعدادي هندسه سنه 96. ففي بدايه في الكليه لاسباب تتعلق باني دائما نحن كمجتمع يعني مصري دائما ما يطالب من الطالب او التلميذ في كل المراحل العمريه ان هو يذاكر، بس محدش بيقول له ايه يذاكر ازاي او اجتهد، بس ايه مع اجتهد ازاي. والاصعب من ده ان هو يكون مجتهد. فانت مثلا واحد يقول لك انا كنت لغايه اعدادي كويس قوي، كنت ماشي كويس، ثالثه اعدادي لغايه ثالثه اعدادي كنت كويس، بعد كده في تفاول تكتيكي اتعمل معايا مش عارف، مش من ساعه ثالثه اعدادي مش عارف استعيد اتزاني. هو ده كان بقى قصتي انا في الجامعه، ان انا راجل مثلا لغايه ثالثه ثانوي يعني ما كويس، لغايه ابتدائي كنت ممتاز، اعدادي جيد جدا، ثانوي ابتدت ايه الموضوع يقل، لكن ما زلت لغايه ثانوي ممكن حد يقابلني يقول ان انا ايه من اساتذتي يقول لا الراجل ده مثلا بيعمل حاجه مميزه، بس في حاجه ايه بدات تبقى ايه قلقه كده. في الجامعه قلقه جدا بقى، اللي هو ايه اول ما دخلت الجامعه هو احنا لازم نحضر المحاضرات؟ لا مش لازم والله. يعني انتوا جادين في ده؟ طيب في امتحانات شهر؟ لا. طب بابا وماما معايا؟ انا كنت مغترب. لا. فانا فقدت العامل اللي هو كان بيضبط قدر الجديه اللي عندي، اللي هو ايه ان ماما دي لا مش دي سلطه قاهره في البيت. يعني انت رايح تاكل ولا تشرب؟ رايح فين؟ هشرب كوبايه شاي، اقعد هجيبها لك. يعني مش هتروح. طب هاكل اعمل لك اكل. طب لا انا احب اغمز يعني مش لازم سندوتشات يعني وهكذا. فايه الحاجات اللي احنا احيانا بنتصور ان هي بديهيه لما بنفقدها بنعرف ان الحاجه دي هي اصلا كانت ايه هي الاساسيه، هي اللي ضبط الاوقات وبتاع. انا كنت كده بس مش عارف كده. لما دخلت الكليه اتحطيت في الاختيار اللي احنا لما كناش بنجهز ليه، اللي هو ايه حريه الاختيار. عايز تذاكر ذاكر، عايز تحضر محاضرات تحضر، عايز ترجع تبيض المحاضرات بيض. طب ما حدش هيسالني على الكشكول؟ لا. ما حدش هيراقبني؟ لا. ما فيش مدرس خصوصي هيقعد الحاجه اللي تفوتني في المدرسه يقولها لي؟ لا. خلاص. فمشيت كده في سكه في الكليه، فما كنتش مهتم خالص بالكليه، فيعني ما كنتش يعني كليه هندسه ما كنتش بعبأ اطلاقا باللي بيحصل. ده لا يمنع ان انا كنت احيانا اروح اعمل حاجه غريبه، اجيب في ماده امتياز، ماده جيد جدا، ماده تعجبني فاشرحها للدفعه كلها، بس ايه بسقط يعني ما يعني الماده بشرحها بس اسقط في الباقي، حاجه كده. لدرجه ان في دكاتره صار حتى الان ليه علاقه بيهم خارج مصر، استاذنا دكتور محمد سيد في اليابان كان يقول لي انت اهم طالب قابلته في حياتي. فين السؤال بقى؟ ان احنا وانا جوه تجربه الكليه دي السؤال بتاع هو انا المفروض اعمل ايه؟ انا جاي اعمل ايه؟ ما حدش قال لي صدقا، ما حدش قال لي. طب انا كنت داخل الكليه برغبه ما، والله كنت كويس في الرياضيات فقال لك يخش هندسه. مش منطقيه كده؟ ما شكلها منطقي. طيب حد هيراقبني؟ لا. طب هو حد علمني ان انا اراقب نفسي ذاتيا؟ لا. طب انا عندي همه؟ مش عارف، بس انا كنت بذاكر كويس. لا ده ماما اللي كانت بتذاكر كويس. يعني او يعني هي العامل الاساسي للمذاكره كويس وهكذا. فده السؤال اللي هو لما تطور شويه بقي يكون جزء من شخصيتي، اللي هو فكره ايه اللي هو تراكم الفشل. الانسان انا كنت في الكليه علامه مميزه جدا في اول كليه هندسه. انا بعد كده درست تقريبا 9 تخصصات تانية بعد كليه هندسه. كان اي حد هيجيبوه داخل الكليه يقولوا له هتفشل ولا تطلع من الاوائل؟ يقول لهم لا انا عايز اطلع من الاوائل. يقولوا له تعالى من الناحيه دي. هتفشل؟ شايف العيال الفشله اللي هناك دول؟ يعرفوه على احسن ناس في الكليه بتعود يعني. عايز يطلع اول على الكليه يعمل ايه؟ يجيبوا لي يعني يقولوا له عايز تنضز؟ طب ده نوديك باشمهندس ايمن والله. واقول له بقى حاجه محترمه جدا وبتاع، والاقيه ما شاء الله طالع جيد جدا امتياز وبتاع. وبعد كده يفاجئ ايه بيقولوا له اللي كانوا مخبينه عليه يعني. يقول لي طب هو معلش سؤال، هو انت عارف بدقه ايه المفروض يتعمل؟ ليه انت بتعملوش؟ اقول له لا خلاص انا عرفت ده بعدين بعد 5 سنين 4 سنين كده. فانا من باب تراكم الخبره جاي اقول لك ايه اللي المفروض تعمله. عارف في اعدادي هندسه تعمل ايه بقى؟ 1 2 3. حضرتك كان تقديرك ايه في اعدادي؟ لا كنت بسقط في اعدادي هندسه يعني مش خلاص وهكذا. طب السؤال هنا بقى ليه لما بروح لاول الدفعه ما بيقوليش الكلام ده؟ قلت له هو ما عندوش غير خبره واحده اللي هو جربها ونفعت. طيب واحد يقول له طب لما يكون فايتني محاضرات اعمل ايه؟ اول الدفعه مش هقول له كده. ليه؟ ده فاتوا محاضرات وهكذا. فاحنا اللي احنا عايزين نعمله في الساعه ونص دي ولا حاجه ان هو ايه تراكم الخبرات. انهي خبرات النجاح؟ لا. هنا بقى ده افيد لكم. ده افيد لكم. ليه؟ على عكس ما يظن الناس دايما ان خبرات النجاح احيانا يقولوا غير قابله للتكرار.
في كثير جدا من خبرات النجاح غير قابله للتكرار. خبرات الفشل او الاخفاق هي دي اللي قابله للتكرار. ليه؟ لان ما دام واحد جرب حاجه وما نفعتش معناها ان هو جرب كام حل واثنين وثلاثه واربعه وخمسه عشان في الاخر ايه؟ يلاقي يوصل. طبعا انا راجل جربت حاجه ونجحت، ايه اللي ممكن اقوله لك؟ هقول لك انا جربت كذا ونجحت. طب لو قبلنا سيناريو تاني اعمل ايه؟ مفيش اجابه. خلاص كده. فده اللي احنا هنحاول نقوله مع حضراتكم يعني. بدايه كده من باب المساعده في الخبرات التاريخيه زي ما بدينا الكلام يعني. انا وانا في بدايه كليه الهندسه لغايه اول 4-5 سنوات في الكليه، اول 4-5 سنوات في الكليه، طبعا الكليه كانت عندي مش 5 سنوات يعني اوسع من كده. وصلت الحقيقه مفادها ان هو ايه؟ ان في اشياء يبدو ان هي غائبه، انا مش عارف هي ايه بس انا هدور عليها. اللي هو انا ليه كنت بعرف اذاكر حاليا فقدت قدره على المذاكره؟ ده سؤال. ليه ما بقتش بذاكر غير بشكل هوائي؟ يعني الحاجه اللي تعجبني اذاكرها، الحاجه اللي ما تعجبنيش ما اذاكرهاش. ليه الجلد والصبر اللي عندي متغير؟ يعني انا ممكن في ماده ده حصل في 3 مواد في الكليه مثلا او حاجه، 3 مواد دي انا كنت بشرحهم، مثلا اقتصاد هندسي مثلا، كنت اي حد عايز يشرح له اقتصاد هندسي يجي لي، الماده دي انا واخد فيها امتياز. طيب ايه سبب؟ طب ما انا بعرف اذاكر اهو. خلاص. في مواد مثلا كنا بناخد عندنا في الكليه في حاجه اسمها سيمينار، يعني انت طالب بس تاخد شابتر وتيجي تشرحه يعني، فكنت اخد اعلى درجه. فالدكاتره يقول لك والله عرضه كويس، فهمه الماده ممتاز، ما بستخدمش ورق. انا عندي يعني من زمان كنت بشارك في نشاطات مجتمعيه، فقدره ان انا اتكلم قدام مجموعه بتاع اللي هو احيانا طلبه الكليه ما بيبقاش عنده هذه الجراءه في اثناء الكليه، على عكس انا عندي نشاط اجتماعي كنت بعمله وبروح رحلات وبتاع، فاختلاطي بالناس اكثر من بقيه الطلبه يعني وهكذا. فالفتره بتاعت الكليه دي كانت فيها اسئله متعلقه بيه انا بعمل ايه هنا. هو المطلوب ان انا ادرس هندسه فعلا، طب بعد ما اخلص هندسه هشتغل بيها ايه؟ فلو انا اشتغلت بهندسه وانا بعد ما خلصت هندسه فعلا جالي شغل كويس، لو اشتغلت هعمل ايه؟ شويه الاسئله دول اللي اتراكموا عندي طلعوا شكلوا جزء من الخبره بتاعتي اللي هي بعد كده استمرت معايا لغايه دلوقتي. اللي هو السؤال بتاع ايه؟ انا ده اول سؤال يعني. انتوا لو عايزين تدونوا افكار يعني اللي هي تراكم خبرات الفشل ممكن تكتبوا اول سؤال فكره اللي هو ايه؟ انا عايز اشتغل ايه وبكام وليه؟ 3 حاجات دول. اشتغل. خلاص. ليه؟ لان اكتشفت ان احنا لما بننضج في العمر شويه بنعرف ان ايه؟ ان الجماعه الماركسيين ما كانوش غلطانين قوي لما قالوا ان الاقتصاد هو عصب الحياه. يعني واحد مثلا طالب ما بيبقاش فاهم ان في الحياه فيها مشاكل اقتصاديه. ليه؟ بابا بيصرف، ماما بتصرف، حاجه كده. بعد فتره بيكتشف ان هو ايه؟ هو انا لما اتخرج هعمل ايه في الدنيا؟ لازم اشتغل، وبعد ما اجيب الفلوس اعمل بيها ايه؟ يعني هبدا اقاسي عشان اتجوز، وانا عشان اتجوز لازم اعمل ايه؟ اجيب فلوس كتير عشان اعمل بيها حاجات ملهاش لازمه كتير عشان اتجوز وهكذا. خلاص. فبدات الاسئله دي تطرق في ذهني. هو انا لو اتخرجت بالكليه خلاص انا خلاص كنت اوشكت ان انا اتخرج يعني، طب اعمل ايه؟ هشتغل بكام؟ ساعتها كان ممكن لو انت حد هتشتغل شغلانه كويسه في كليه الهندسه مثلا في حدود 2000 جنيه، 2000 ونص، 2500. الكلام ده في سنه كام؟ 2005. كان بدري شويه يعني الكلام ده، فكان رقم ساعتها كويس. طيب انا هطلع مهندس هشتغل، ده حصل اللي انا بقوله ده حصل. جالي شغل كويس في مجالين، مجال بترول ومجال المعدات الثقيله. طيب لو اشتغلت هاخد راتب كويس، الشركه هتسلمني عربيه للتنقل وهتديني موبايل، في الوقت ده كان حاجه كويسه. بس في مقابل ايه؟ ان انا خلاص هقفل على البند بتاع الاسئله، انا ما عنديش اسئله تاني. انت مين؟ انا موظف بيعمل ايه؟ يصحى الصبح مقبل على الحياه، يروح الحياه تاخده ما دام هو مقبل تاخده، لفه، يرجع اخر اليوم مقبل على البيت النوم خلاص، ينام، يصحى مقبل على الحياه وهكذا لغايه ما ايه؟ يتجوز، يصحى مقبل على الحياه برضه، يرجع يلاقي عياله ومراته مقبل وهكذا لغايه ما الحياه. هل ده حاجه وحشه؟ مش وحشه. ليه؟ لو واحد هو راجل مقبل على الحياه والحياه مقبل عليه، مقبل على البيت والبيت مقبل عليه، وجرب عياله كويس وطلع علم بناته وعلم ولاده وعلمهم تعليم كويس وعلمهم دينهم، وهو راجل محافظ على القدر الكافي من الديانه وكذا، ده حاجه كويسه. بس السؤال هنا ايه؟ هنا دي بحاجه ملحه، دي فكره تانية لو انتوا عايزين تكتبوا افكار. فكره ايه؟ هو انا هتحاسب على ايه؟ هتحاسب على اللي عملته ولا هتحاسب على اللي كنت اقدر اعمله؟ ده السؤال الاهم. ان حضراتكم وانتوا بتفكروا اي حاجه مالكمش دعوه باي حد انا او غيري هيكلمكم عن حاجات عملها او ما عملهاش. ليه؟ حضراتكم هتحاسبوا على قدراتكم انتوا مش على قدراتنا احنا. فلو انتوا قدراتكم اكتر مني في مساله معينه يبقى انتوا محاسبين على قدراتكم مش على قدراتي انا. فانا واحد يقول لك ايه؟ والله يا باشمهندس ايمن دخل كليه هندسه ما فلحش في كليه هندسه، وهو راجل كويس وشكله حلو وما حصلوش حاجه، لا جاله تسلخات ولا اي حاجه، انا اسقط في الكليه، ربنا ممكن يحاسبه هو، ما حاسبنيش انا ساعتها كان ده في حدود اللي انا اعرفه. واحد يقول لي طب انت لو رجع عاد بيك الزمان، اقول له لا ما اعملش كده طبعا.
ده اسم شرعي واسم ايه مادي. ليه احمل ابويا هذه النفقات؟ واثنين ليه ما تفوقش؟ واحد يقول لك يعني كنت هتتفوق تشتغل بهندسه، قلت له لا طبعا مش هشتغل بهندسه، بس كنت هتفوق واطلع بالهندسه اعمل اللي عملته واوفر 4 سنين اسئله وبتاع. مين اللي ممكن يوفرهم حاليا؟ لو حد بياخد الفكره دي من جديد. واحد يقول لك انا دلوقتي في الكليه، في اي كليه اعمل ايه؟ خلصها باعلى تقدير تقدر تعمله. ليه؟ عشان تشوف عايز تعمل ايه بعدها، تكمل بالكليه ولا بغيرها. فدي ايه؟ دي فكره ملحه. فسؤال القدره ده مهم جدا، انت تقدر تعمل ايه؟ فانا سالت نفسي سؤال، انا اقدر اعمل ايه؟ لقيت نفسي اقدر اعمل حاجات كتير، اللي هي فكره المهارات. احنا نقدر نعمل ايه؟ ده سؤال مهم. كل واحد فينا يقدر يعمل تقريبا 100,000 شغلانه. من اول اي بنت واي ولد، لو سالنا البنت تقدري تعملي ايه؟ والله ممكن تشتغل مدرسه، وممكن تشتغل اسمه ايه ده جليسه اطفال، وممكن تشتغل خياطه، وممكن تشتغل سكرتاريه، وممكن شغلات كتيره جدا. ايه الحاجه اللي تخليك ايه السؤال القيمي اللي يخلي الانسان يختار دي ولا دي؟ والاثنين في القدره. يعني انا اعرف اعمل دي واعرف اعمل دي. حضرتك تعرف تتعلم لغه؟ يقول لك تقدر تتعلم لغتين؟ تقدر تتعلم 10 لغات؟ يبقى ده في القدره، اتعلم 10 لغات وهكذا. خلاص كده. السؤال الثاني، انا اقدر اعمل ايه كايمن؟ ده سؤال كان ليا ملح عليا. بعد كده حسبت حساباتي كده، لقيت ان انا ايه؟ لا اقدر اعمل حاجات كتيره جدا. طب ما دام اقدر اعمل حاجات كتيره جدا، يبقى انا ايه؟ هتسال على الحاجات دي، هتسال سؤال شرعي. يعني انت كنت تقدر تعمل ده؟ اعمله. ما عملتوش ليه؟ والله دايما ده سؤال بقى شرعي. هو ليه رب العزه خلق انسان مبصر وخلق انسان غير ممتع بالبصر؟ ايه السبب؟ غير المبصر ده ربنا حاسبه على حاجه ثانيه، على عباده معينه. مع عباده ايه؟ الصبر. خلاص، مبتلى بابتلاء معين فهو يصبر. خلاص. ولا نساله على غض البصر، ولن يبتليه بالشهوات المتعلقه بالبصر. المبصر هيساله على طلب العلم اللي يتعلق بالابصار، وهيساله عن حاجات كتير مش هيسال عليها التاني. طيب يبقى كل واحد هيتحاسب ايه؟ حساب نسبي بحسب القدره. انت كنت تقدر تعمل ايه؟ 10 حاجات، عملت منهم 9، تبقى انت كده ايه؟ 9 من 10. واحد يقدر كان يعمل 100 حاجه، عمل منهم 50 حاجه، كام في المية؟ 50%. اللي عمل 9 احسن منه بكتير. خلاص يا اخوانا. فهي المساله مساله متعلقه بالنسبيه ومتعلقه بالقدره، قدرتك انت. ده السؤال الشرعي اللي انت تساله. بعد السؤال بتاع الكليه ده جاء بدا يظهر عندي السؤال الشرعي. انا كل حاجه في حاجات كتير جدا، كل ما بدور عليها اجابه ببقى بلاقي نفسي في الاول عايز اعرف ايه؟ الاول عايز الاجابه الشرعيه. هو ربنا هيحاسبني ازاي؟ ده اصلا سؤال. كل الكلام اللي احنا قلناه المتعلق بالقدره وبتاع دي اجابه شرعيه. فانا قلت ايه؟ الكلام ده ظهر لي في اخر 3-4 سنين وانا في الكليه. قلت لا، انا اعمل ايه؟ انا احاول ادور على اجابه شرعيه. تصورت المساله سهله، فابتديت ايه؟ ازود من قراءاتي. انا الحمد لله من زمان، ودي من فضل ابويا وامي عليا، ان انا ايه؟ دائم القراءه. البيت عندنا كان القراءه دي حاجه محببه جدا، يعني كتب وبتاع. النوع اللي بيتقري هو ده الاشكال. فانا كنت دايما اقول ايه؟ ان انت واحد ادوله ملكه، بس تقرا ايه؟ اي حاجه بتقع تحت ايدك. اي حاجه بتقع تحت ايدك بيحافظ على الملكه. يعني انت ما زلت تقدر تستطيع القراءه، تقرا لغه مستقيمه، تستطيع تميز الفصحى، تستطيع التعرف على اي شيء لان عندك قدره على القراءه فتقرا اي شيء. السؤال ايه؟ هو ايه الشيء اللي انت عايز تقراه؟ لا يجد الاجابات الا من يؤرقه التساؤل. يعني انت مش ممكن تلاقي حاجه انت ما بتدورش عليها. لا يجد الاجابات الا من يؤرقه التساؤل. لو انا ما اديتكش شيء معين يولد عندك الاسئله، فاي ملكه من ملكه البحث او القراءه مش مفيده. ليه؟ لان انا اديتك مهاره عاليه جدا في البحث بس ما اديتكش اسئله. مين اللي بيديك الاسئله؟ السؤال الشرعي. السؤال الشرعي هو اللي كل لحظه بيقول لك كل عمل من اعمال المكلفين لله عز وجل فيه حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. فانت قعدتك دي ليها حكم، الاكل ليه حكم، النوم ليه حكم، الزواج ليه حكم، السفر ليه حكم، طلب العلم ليه حكم، الاختيار ما بين العلوم ليه حكم. كل حاجه ليها احكام. طب اعرفها منين؟ مش شرع اللي هو بيطلب منه الفقه وامور اخرى. فانا قلت ايه؟ لا خلاص، يبقى احنا ايه؟ نزود من القراءه في الجانب ايه؟ الشرعي. طيب السؤال الشرعي جرينا لسؤال مهم. هو انا هفهم الكلام ده ازاي؟ انا راجل في الاول في الاخر خلاص اثر عليا الطابع الهندسي، فاكتر حاجه بدرسها الرياضيات والعلوم المجرده بتاعت الرموز وكذا. ما بنكتبش كتير وما بنقراش كتير. فلكن القراءه دي نشاط هامشي بتاعي انا بسبب العاده القديمه يعني. فطيب ده انا محتاج افهم الكلام اللي انا بقراه. طب انا ليا فتره طويله بدرس باللغه الانجليزيه، فانا عايز ايه؟ احسن اللغه العربيه عشان افهم العلوم الشرعيه، عشان اجاوب على اسئله او اولد اسئله. فقلت لا خلاص ادرس لغه عربيه. ابتديت اشتغل شويه، لقيت الموضوع ايه؟ لا انا كنت شاطر في النحو لغايه ثالثه ثانوي، يعني بجيب فيه النهائيه. لكن لا مش ده النحو، يعني الموضوع اوسع من كده. قلت لا خلاص بقى. في اخر سنوات خدت قرار نهائي ان انا ايه؟ انا لن استمر في المسار
الهندسي. يعني انا مش هطلع اشتغل الشغلانه بتاخد 10 ساعات مثلا من وقتي، مش هعمل كده. انا هدور على الاسئله، وانا بدور على ده هشوف ايه المهارات اللي ممكن اكتسبها على التوازي تجيب لي فلوس دون ان تستحوذ على الوقت كله، بحيث يبقى لي طول الوقت عندي مهاره بتجيب لي فلوس بقدر ما يخليني معظم الوقت معايا ادرس حاجات تانية، علوم ومهارات. يبقى كده احنا مقسمين اهو. ده السؤال الثالث، ان انا محتاج حاجه علم براكمه عشان يجاوب لي على اسئلات واجابات، وحاجه اتعايش منها عشان اعرف اختار اللي انا عايزه. الانسان دائما لو مجبر على شيء معين لا يمكن الخروج عليه، لكن انا عايز كل شويه اتعلم مهاره جديده. المهاره دي تديني ايه؟ مساحه من الوقت اناور فيها، بحيث ايه؟ اراكم مهاره جديده وعلم، بحيث تدي لي فلوس احسن وتديني ايه؟ وقتها. عشان كده انا الحمد لله تقريبا من بعد كليه هندسه مفيش وقت عدى عليا الا ما كنت بدرس حاجتين. بدرس حاجه متعلقه بالشرع واللغه والعلوم اللي بتساعدني على الاسئله والاجابات، وحاجه ثانيه متعلقه بايه؟ المهارات. يعني مثلا اول ما خلصت الكليه على طول مباشره ابتديت ايه؟ اطلب علم شرعي. يعني مثلا كنت بحضر مثلا 5-6 دروس في الوقت اللي قبل ما ادخل كليه دار العلوم. كنت بحضر لغه عربيه، بحضر تجويد، بحضر اصول فقه، بحضر مصطلح حديث، بحضر عقيده، بحضر في نفس الوقت ده كنت باخد دوره صيانه حاسب آلي. قلت عايز مهاره ما تبعدنيش قوي عن التخصصات اللي انا بفهم فيها، عايز استغل المهاره المتراكمه الاولانيه ان انا بعرف افكر هندسيا كويس. اي حاجه بتتفك وبتتركب، اي حاجه فيها تفكير منطقي في تشخيص اعطال او حاجه زي كده تناسبني. ومش عايز اشتغل بالهندسه اللي هي ال10 ساعات، عايز اشتغل شغلانه مهاره اذا اردت العمل عملت، واذا لم ارد تركت. خلاص اعملها بمزاجي. فرحت ايه؟ رايح لمهاره. المهاره دي سالت عليها اخوانا دي بتدرس فين؟ قالوا لي والله بيدوا 1 2 3 4. رحت واخد كورس متعلق بايه؟ صيانه الحاسب الآلي، بحيث لو عايز اشتغل فيه اشتغل بالقدر اللي يحركني، يبقى معايا مهاره، وفي نفس الوقت ايه؟ بدرس ما زلت في العلوم الشرعيه. خلصت كنت وصلت لخيار اللي هو ايه المكان اللي ممكن ادرس فيه علوم شرعيه ولغه عربيه. كان عندي خيارين، اما ادخل كليه دار العلوم او ادخل الازهر. ده كان الخيارين الموجودين في وقتها، الكلام ده سنه 2005. لكن الشاهد ايه؟ المسار اللي احنا سلكناه مجموعه كبيره دخلت كليه دار العلوم. طيب خلاص دخلنا كليه دار العلوم، خلاص كان بدات عندي شويه اسئله اتجاوبت، فبقيت ان انا خلاص واضح عندي ان انا لازم ادرس علوم شرعيه. ايه العلوم الشرعيه؟ خلاص بقى عندي علمي واضح، سلم التعليم متعلق بايه؟ بخريطه. الخريطه دي ميزه. ادي سؤال اي علم عايز تدرسه دور على ايه؟ احنا بنسميها ايه؟ خريطه الخرائط او كتب الكتب. يعني اللي احنا بنسميه في الكليه دليل الطالب اللي هو ايه؟ سنه اولى بياخدوا فيها ايه؟ كذا، سنه ثانيه ايه؟ كذا، ثالثه كذا، رابعه كذا. طب في العلوم الشرعيه في كتب بيسموها كتب الكتب. ايه هي العلوم الشرعيه؟ ترتيبها ايه؟ ايه مناهج الدراسه بتاعتها؟ كنت بدخل المنتديات العلميه اللي موجوده على الانترنت واخد وقارن بين اقوال الناس لغايه ما وصلت حاجات مشتركه من كل الناس. يعني كل الناس بيقول لك لازم تدرس لغه عربيه، كل الناس بتقول لك لازم تدرس علوم العربيه ال12 على المشهورين، النحو والصرف والبلاغه، القافيه والعروض والبديع والبيان والمعاني، الادب والشعر وعلم المفردات والانشاء والمحاضره وهكذا. فانا ابتديت خلاص بقى عندي ايه؟ خريطه واضحه، انا عايز ادرس ايه؟ خلاص هذه العلوم. ومعايا خلاص الكليه نفسها بتدرس لغه عربيه بكثافه، كليه دار العلوم مميزه باللغه العربيه. طيب انا المفروض اعمل ايه تاني؟ عايز اتكسب. ما زال السؤال ايه؟ قائم. طيب فين قدر التكسب اللي في هذا الوقت؟ ساعتها نفس الاجابه. انا ولد وحيد، والدي جوز كل اخواتي البنات الحمد لله، وانا اللي قاعد في قرعته. فقلت له انت عندك مشكله ان انت تكمل صرف؟ قال لي ليه؟ انت رايح فين؟ انت مش خلصت الكليه وطلعت عينيا قلت له اه. قلت له انا هكمل. كمل ايه؟ خلاص. قلت له لا انا هكمل دراسه ثانيه. فهو الاول رفض، يعني رفض الفكره على الحقيقه، وجاب لي شغل من ورايا. يعني هو التف من ورايا وجاب لي شغل في بترول اسيوط. قال لي انت شكلك مش عايز تقعد معانا في البيت، انا وماما يعني في سوهاج، انا اصلا من محافظه سوهاج. فقال لي ايه؟ اجيب لك شغل في محافظه ثانيه. وهو يعني جاء عاقد العزم ان هو ايه؟ هتشتغل حنفي، يعني حنفي ما فيش هشتغل. فانا ساعتها وصلت مع الفكره كده، قلت له والله انا يعني الشغل غير مجزي ماليا بالنسبه لي. فهو قال لي ليه مش مجزي؟ جايب لي شغل برضه ب 2000 وحاجه، وفي هذا الوقت كان مبلغ ممتاز يعني. فقلت له والله انا هشتغل شغلانه اكتر من كده، في حد هيديني اكتر من كده؟ قال لي هيديك كام يعني؟ قلت لهم 2000 ونص دول في الشهر. يعني كام في اليوم؟ يعني انا هبنى 3000 في الشهر عشان نحسبها بسهوله. يعني 3000 على 30 انا كده 100 جنيه في اليوم. فانا بشتغل 10 ساعات تقريبا، يبقى الساعه بكام؟ 10 جنيه. فقلت له لا انا في حد يديني اكتر من كده. قال لي فين ده؟ فين؟ قلت له لا. قال لي طب انت عايز تاخد كام؟ يعني عشان هو عارفني اصلا من زمان، يعني ايه بتاع حركات كده وبتاع. فقال لي انت عايز تاخد كام في الساعه؟ قلت له مش اقل من مليون جنيه. فقال لي ما فيش حد بيدي قلت له لا ده انا ان شاء الله، ده انا قلت لك انا ما حبيتش اصدمك، يعني انا مش قلت لكش الكبيره، لكن انا ايه
انا عايز اكتر من مليون جنيه بصراحه. فقال لي في ايه؟ قلت له في الساعه. يعني قال لي مفيش حد بياخد. قلت له لا انا والله هاخد اكتر من مليون جنيه في الساعه. قال لي طيب انا مصدقك، مين اللي بيدي اكتر من مليون جنيه في الساعه؟ قلت له ربنا. قال لي يعني هتعمل؟ قلت له هشتغل عند ربنا. فقلت له انا هشوف طريقه اشتغل بيها اثاب عليها، فبحيث يبقى مقدار الساعه اللي هيحاسبني عليه مين؟ ربنا. فلما حاسبني عليه ربنا فهاخد فلوس ايه؟ اكتر. قال لي ماشي ونعم بالله. اللي هو عارف اللي هو يا واد يا مؤمن. قال لي ماشي بس يعني هتمسك حاجه في ايدك؟ فقلت له اه. انا ساعتها كنت ليا قدر من القراءه الشرعيه يعني معقول يعني. فقلت له والله انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من اصبح وكانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغبة وهي راغمة يعني غصب عنها. ومن أصبح وكانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قد كتب له. فقلت له فده على الحقيقة وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني هو ده كلام على الحقيقة مش كثواب ولا بركة ولا بتاع. فقلت له لو أنا معتقد في ده هيجي لي هتأتيني الدنيا وهي راغمة. فيعني هو ما كانش مقتنع طبعا يعني قال لي بس ايه ربنا يبارك فيه ويطول في عمره في الخير. فقال لي ماشي يعني ايه شوف وهنشوف نجرب سنة، لو ما فلحتش ومش هتفلح خلاص. لاني ايه انتوا عارفين يا اخوانا التحدي كان شكله ايه؟ ان انا راجل قعدت 4 سنوات اضافيه على الكليه، 4 سنوات اضافيه على الكليه، يعني اللي كان زيي خلص الكليه وخلص الجيش واتجوز واشتغل وانا قاعد له خلاص. بعد كده بقول له ان انا هخش كليه 4 سنين اضافيه عشان اشتغل في عرف الناس بتاع لغه عربيه. يعني الناس دائما اذا قلت له دار علوم يقول لك هتشتغل مدرس عربي، برغم ان الكلام ده مش صحيح. لكن هو ايه يظن ان انا بعد ما اخلص اشتغل مدرس لغه عربيه. طب ما تشتغل مهندس من دلوقتي، ما الامر هيقول ليك في الاخر ايه؟ ان انت هتشتغل خلاص. بالرغم ان انا اللي في قرارة نفسي ان القرار ايه؟ ان انا هو المهاره اللي هو ايه اللي هو حلزونة المهاره، مهاره علم شرعي، مهاره اضافيه علم شرعي، مهاره اضافيه علم شرعي، بحيث اصبح امير نفسي. ان شئت عملت وان شئت لم اعمل في عرف الناس. يعني انا حاليا لغايه دلوقتي اي حد بيسالني باشمهندس انت بتشتغل ايه؟ ما بشتغلش حاجه. انا فعلا ما بشتغلش حاجه. يعني ايه انا ايه وظيفتي؟ ايه المكان اللي بصحى الصبح بروح ارش ميه قدام المحل واقعد وبتاع مفيش كده. طب مين اللي بيديني راتب اخر الشهر؟ ما حدش. يعني انا ما بشتغلش عند حد خلاص، ومش موظف في مكان ومعليش تامينات وضرايب ويعني ما عنديش الكلام ده خلاص. طيب في ايه الفكره؟ ان انا لغايه من ساعه هذا الكلام اللي انا بحكيه لكم ان انا بعمل ايه؟ بشوف ايه المهاره اللي تجيب لي فلوس. واحد يقول لك المهاره دي بعيده ولا قريبه المجال، كل ما تقرب كل ما تكون كويسه. لو ما لقيتش حاجه قريبه هاخد حاجه بعيده. المهم هذا الشيء يسمح لي ان هو يدخل لي دخل قدر ما بحيث افرغ معظم الوقت للتعلم واكتساب مهارات جديده، يبقى حيها لك ده كويس، ما يكونش ضايع وقت ويكون مفيد. يعني انا لما ساعتها درست الصيانه كان الهدف كده ان انا ايه لو في اي وقت عايز اشتغل بالصيانه هشتغل بالصيانه، اصين وارجع مع اجهزه كمبيوتر وبتاع. واحد يقول لك بس دخلها مش كويس. دخلها مش كويس بس في مقابل ايه؟ الوقت. يعني انا اشتريت ايه؟ بشتري ايه دلوقتي؟ وقتي عشان اعمل بيه ايه؟ اذاكر فيه علوم شرعيه بحيث احسن اجابتي الشرعيه، واعمل ايه؟ اكتسب مهاره جديده بحيث اوفر الوقت اللي انا بشتغل فيه وازود ايه؟ المقابل المادي، وهكذا. يعني هي فكره ايه؟ محاوله للخروج من العبوديه الجديده اللي هي ايه؟ حد مكتفني. انا مش الاحساس ده نفسيا انا ما بقبلوش. يعني ممكن حد تاني، دايما الناس مختلفه، في حد بيعمل شغلانه ومتقنها وبتاع وعارف يعمل حاجات جنبها حيها لك. لكن انا بتكلم هنا على خبره ما انا جربتها ويعني وراقت لي وتتناسب مع نمط شخصيتي. في ناس تانية لا خلاص براحته خلاص كده. طيب السؤال المتعلق بقى بعد كده بالمهارات هو ان انا كل فتره كل حاجه كنت انا مثلا، يعني انا مثلا دخلت كليه دار العلوم خلاص كده انا ده المسار العلمي، ورحت ايه كنت خلصت دوره صيانه وخدت ساعتها ISDA اللي كانت مشهوره بحيث يبقى ايه لو في حاجه. هل دي حاجه مهمه؟ الخطوات الصغيره دي مش ما تضيعش وقت وايه ومحدوده ورحت مقدم ساعتها على منحه وزاره الاتصالات، منحه 9 شهور. اي حد هنا خريج او متخرج ليه 5 سنين هذه المنحه قائمه بالنسبه له، منحه وزاره الاتصالات او منحه ITI معهد القوات المسلحه. مثل المنحه ان هي منحه 9 شهور مدفوعه الاجر، يعني هو بيديك راتب وبيسلمك جهاز كمبيوتر وبيديك فرصه لان انت تعمل كارير شيفت. يعني انت خريج حقوق، خريج تجاره، خريج اداب، خريج دار علوم، خريج اي حاجه، تقدم تختار مسار برمجيات، قاعده بيانات، اي حاجه، يدوك راتب ثابت
وتاخد تطلع بثلاث اربع شهادات كويسين حتى معتمدين بيبقوا من شركات عالميه وكده، وعندك فرصه ان انت تشتغل بيها. بل انا اعرف ناس كتير اشتغلت بيها يعني. فانا ساعتها كنت عامل زي اعمل ايه، اخد حاجه في المهاره العمليه بس ايه حره. يعني انا مش شغال عند حد. قدمت على المنحه دي مرتين، مره ما اظن ما قبلتش، ومره قبلت، ولما قبلت كان حصل حاجه ما تتناسبش معايا خلاص ساعتها وقتها، فتراجعت عنها. سكت؟ لا، انا مكمل في دار علوم. وبعد كده ايه، قدمت على كورس برمجه طويل الاجل، دوره طويله موجوده حتى الان، اكاديميه اسمها AGC، اكاديميه برمجيات. فكرتها لطيفه جدا. الفكره في ايه؟ انا عايز اتعلم برمجيات بس مش عايز اتحرك من البيت، وعايز ادرس في اي وقت واحصل مهاره وبفلوس قليله. دي ميزه الاكاديميه، ان هي اسمها اكاديميه AGC. بتروح تدفع مبلغ تقريبا اظن 250 جنيه في الشهر، 300 جنيه في الشهر، حاجه زي كده. تاخد اسطوانات، والاسطوانات معموله بحرفيه شديده جدا، بيعلمك عدد كبير جدا من لغات البرمجه، بيخليك تعمل مشروعات صغيره كثيره جدا، بحيث تبقى بعد 10 شهور مثلا دراسه، سنه دراسه، قادر ان انت تعمل سوفت وير تتكسب منه في اي حاجه يطلبها السوق المصري، خلاص بفلوس قليله. قائمه الاكاديميه قائمه حتى الان، هم طوروا شغلهم لدرجه ان انت بتروح تدفع فلوس، تاخد الاسطوانات تحضرها في البيت، تسلم الحاجات اونلاين، حد بيتابعك اونلاين. يعني فكره لطيفه جدا، كنت قدمت عليها فايف. كان برضو السؤال ايه، ليه انا بعمل كده؟ عايز حاجه مهاريه وفي نفس الوقت اكمل في المسار الاكاديمي اللي هو الشرعي او اللغوي. وانا في دول اكتشفت حاجه تانية، اكتشفت تخصص اللي هو صار بعد كده تخصصي الدقيق الان. يعني انا تخصصي هندسه لغه او اللسانات الحاسوبيه، وانا فيها رحت مدخل دراسات عليا علوم حاسب، وفي نفس الوقت دخلت معهد القراءات. قلت اكمل دراسه القران واكمل دراسات لغويه دقيقه ومع دار العلوم، وادرس علوم حاسب وانا في الكليه. بعد كده خلصت الكليه، خلصت ليسانس كليه دار العلوم، خلصت الدبلومه سنتين، وخلصت تمهيدي ماجستير. حاليا انا مسجل ماجستير في هندسه اللغه في كليه دار العلوم في الترجمه الاليه، في تخصص تطبيقات علوم الحاسب على اللغه العربيه. وفي نفس الوقت كنت خلصت علوم حاسب دراسات عليا، وبعد كده دخلت دراسات عليا رياضيات واحصاء احتمالات في نفس المعهد مع الدراسات والبحوث الاحصائيه بتاع جامعه القاهره. بعد كده خلصت دراسات عليا ترجمه ادبيه واعلاميه في الجامعه الامريكيه سنه، تعتبر اشهر شهاده ترجمه عمليه في مصر بتاعه الجامعه الامريكيه اللي هي كليه التعليم المستمر. وفي نفس الوقت وانا بعمل ده كنت ايه، بخلص اللي هي الحاجات المسارات العمليه. وبعد كده دخلت حاجات تانية. يعني انا بعد كده دخلت كليه حقوق، انا حاليا في ثالثه حقوق تقريبا، في ثالثه دخلت كليه اداب، انا حاليا في ثالثه اداب علم نفس لاسباب تتعلق بهندسه اللغه. ده الاساس، حاجه متعلقه. هو مجال مشكلته ان هو مجال بيني، فهو مجال بيجمع بين 10 تخصصات ومش موجود في مصر. يعني لم يوجد حاليا حتى الان قسم بيدرس هذا التخصص لوحده، فانا مضطر ان انا ايه المه من حاجات اخرى. طبعا هنا في حاجتين مهمين لو انتوا عايزين برضو تدونوا فكره. يعني كثره الحركه تولد كم مهول من الافكار غير المتوقعه. يعني واحد يقول لك طب انت استفدت ايه بالنطنطه اللي تنططها دي؟ حاجات كتيره. اقول لك في حاجات ما لهاش قيمه. طب ايه القيمه الاساسيه بتاعته؟ شبكه الاتصالات او العلاقات اللي انا ولدتها من هذه الحركه، وكم المعارف اللي انا ربطتها ببعض، وكم الافكار اللي نتجت عندي لما بقيت شايف الحاجات دي مع بعض. يعني انا على الترتيب كده دخلت كليه هندسه، فده تخصص، ده بيخليني افكر بطريقه معينه. وبعد كده دخلت كليه دار العلوم، خلصت كليه، هيبقى ده تخصص تاني، ده هو كليه دبلومه تمهيدي ماجستير، خليهم افكر بطريقه تشبه طريقه اللغويين الجماعه بتوع النحو والصرف وكده. بعد كده دخلت علوم حاسب تخصص ثالث. بعد كده دخلت معهد ازهري قراءات قرانيه وفقه وتفسير وتوحيد وبتاع، فبقيت بشوف الازاهره دول فكروا بأني طريقه. بعد كده دخلت رياضه واحتمالات، رياضه واحصاء احتمالات. بعد كده دخلت كليه حقوق، ادي تخصص سادس. بعد كده دخلت اداب علم نفس تخصص سابع. بعد كده دخلت ترجمه تخصص ثامن. بعد كده دخلت تربيه، دبلومه تربويه تعليم العربيه للناطقين بغيرها، درست فيها مواد تربويه وكذا. خلاص خلصناها تقريبا الدبلومه حاليا، ميزتها ان هي سنه واحده وفي كليه التربيه في عين شمس. ودخلت تخصصات تانية فوق دول. خلاص ايه الهدف الاساسي كان فيهم؟ ان كل ماده بيحسن الاجابه بيحسن الاجابه اللي عندي العلوم الشرعيه، لان كل الحاجات اللي انا دخلتها دي لو احنا فقطناهم كده ايه السبب اللي انا بدخله؟ هو سبب شرعي او لغوي بس. يعني كلهم اسباب شرعيه او لغويه او مهاريه، شرعي لغوي مهاري، شرعي لغوي مهاري. انا ماشي كده. يعني انا مثلا واحد يقول لك دخلت حقوق ليه؟ انا راجل بعد ما درست فقه وبشوف الجنايات، فقه القضاء والجنايات وبتاع، لا ما فيش حد بيتحكم للشريعه في هذه الابواب. طب انا عايز اشوف القانون الوضعي بيفكروا ازاي. خلاص
عايز افهم الواقع اللي احنا بيدار ده بيدار ازاي، ايه القوانين، ايه القانون الاداري البحري الجنائي المدني، الناس دي بتفكر ازاي، وهكذا.